حبايبي الحلوين، النهاردة هنحكي حدوتة الدب دباديبو. الدب دباديبو يا أطفالي كان دبدوب جميل جدا، وكان دبدوب ذكي، بس كان كسول قوي وما كانش بيحب يروح المدرسة ولا كان بيحب يروح النادي عشان يلعب الرياضة بتاعته. كان دايما يقول لنفسه أنا ذكي، أنا لا أحتاج أن أتعلم. في يوم كان قاعد زهقان، راح جري على مامته، لقاها قاعدة بتقرا في كتاب. بدأ يتكلم معاها وقال لها يا أمي أنا أيضا أستطيع أن أقرأ معك. مامته فرحت قوي، قالت له هيا يا حبيبي خذ اقرأ وأنا سأستمع إليك. مسك الدب دباديبو الكتاب بس بدأ يعيط. مامته استغربت وسألته ما بك لماذا تبكي؟ فقال لها لا أعرف يا أمي، لا أعرف القراءة، أنا لا أستطيع القراءة. أمي أنا سأذهب إلى أبي. دخل الدب دباديبو على باباه، لقاه قاعد على جهاز الكمبيوتر بيكتب وبيخلص شوية شغل. فراح دباديبو قال له يا أبي هل أستطيع أن أكتب معك على الكمبيوتر؟ طبعا باباه فرح جدا وقال له ممتاز، هيا تعالى لتساعدني. حاول الدب دباديبو يكتب بس معرفش وزعل جدا وقال له أنا حزين يا أبي، سأذهب إلى أختي في غرفتها لأرى ماذا تفعل. دخل الدب دباديبو على أخته في أوضتها، لقاها بترسم وبتلون. قال لها يا لها من ألوان ورسوم جميلة، هل أستطيع أن أرسم معك يا أختي؟ أخته رحبت جدا بالفكرة وادته عدة الرسم، وأول ما بدأ يرسم لقى نفسه مش عارف يرسم. زعل جدا الدب دباديبو وقرر إنه يدخل أوضته، بس كان متضايق وعمال يعيط. بابا دباديبو دخل عليه ولما لقاه بيعيط حضنه وسأله ما بك يا بني، لما كل هذا البكاء؟ قال له يا أبي أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء، أنا حزين. بابا طبطب عليه وهداه ووراه صورة وهو صغير وقال له انظر يا حبيبي إلى هذه الصورة، كنت أنت في صغر سنك لا تستطيع أن تمشي، فأخذتك أمك وعلمتك كيف تحبو وكيف تمشي إلى أن أصبحت الآن تمشي وتجري بمهارة. كل الموضوع يا دباديبو هو تدريب وتمرين. رد دباديبو على باباه وكله حماس وقال له حقا يا والدي إن كلامك صحيح، وأعدك بأنني من هذه اللحظة سوف أتعلم وأتدرب وألتزم في مدرستي ودروسي ومذاكرتي وتمارين الرياضية حتى أكون متميز وماهر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أطفالي الحلوين، قصة النهاردة يا حبايبي اسمها كلنا نعمل. لما بيقرب فصل الشتاء بتبدأ العصافير تبني عش أكبر وأقوى علشان يحميها من برد الشتاء والأمطار والرياح. وهنا جت العصفورة الأم وقالت لولادها أبنائي وعصافير الصغار الأعزاء، سأذهب إلى الحقل لجلب مجموعة من العشب لبناء عشنا الكبير لكي يحمينا من برد الشتاء. فرد عليها أولادها العصافير الصغيرين وبصوت واحد ونحن سننتظرك يا أمي وسنقوم جميعا بمساعدتك عند عودتك. ومن بين العصافير كان في عصفور صغنن اسمه العصفور سمسم، وده كان أصغر إخواته وطول النهار يحب اللعب والتنطيط، وكانت ماما مدلعاه جدا. رجعت العصفورة الأم وكانت شايلة قش كتير، اتلم ولادها حواليها وبدأوا يساعدوها إلا العصفور سمسم اللي قال أمي العزيزة إخوتي الكبار سوف يقومون بمساعدتك، أما أنا فسأكمل لعبي يا أمي بين الأشجار هنا وهناك.
زعلت الأم جدا من كلام سمسم وقالت له: لا يا سمسم، كلنا سنعمل معا وسنتعاون في بناء العش، فأنت فرد من أفراد الأسرة. وبدأت الأم هنا توزع الأدوار على ولادها، كل واحد بدأ هو كمان يقوم بالدور بتاعه وبإتقان شديد إلا العصفور سمسم. وفعلا بدأ العصفور سمسم يساعد إخواته في الشغل، بس كان بيشتغل من غير إتقان. بدأت هنا العصفورة الأم تلاحظ العصفور سمسم وهو بيشتغل، راحت طارت جنبه وخدته في حضنها وبدأت تتكلم معاه وسألته: تخيل يا سمسم ما الذي يمكن أن يحدث إن جاء يوم مليء بالأمطار والهواء، وكان عشنا مبنيا بطريقة سيئة. وهنا العصفور سمسم سرح وبدأ يتخيل فعلا شكل الهواء الشديد والأمطار، بدأ يتخيل شكل العش والهواء بيحركه هنا وهناك لحد ما وقع، وهو واقف في عز التلج بردان جدا. والمنظر اللي تخيله العصفور سمسم خلاه يخاف جدا وبدأ يعيط، وفجأة اكتشف انه بيتخيل. وهنا جت العصفورة الأم وخدت كل ولادها العصافير في حضنها وقالت لهم: علينا جميعا أن نتعاون ونعمل معا ونعمل بإتقان أيضا يا أحبائي. بصلها العصفور سمسم وقال لها: كلنا نعمل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أطفالي الحلوين، والنهاردة جمعتنا مع الحدوتة بتاعتنا فكرة جميلة. جميلة صديقتنا الجديدة قررت إدارة مدرستها إنها تعمل رحلة لحديقة الألعاب. اجتمع الأطفال كلهم في اليوم المحدد وبدأ الباص يتحرك بيهم، وكان كل الأطفال والمعلمات مبسوطين جدا. وأخيرا وصل الأطفال للحديقة اللي كانت مليانة بالألعاب، وبالرغم من ده اتجمع الأطفال حوالين الزحليقة، وجميلة كانت أول واحدة تلعب باللعبة. بس للأسف حصلت حاجة، وهي إن صاحبة جميلة اللي كانت واقفة وراها على الزحليقة ما انتظرتش لما قام جميلة تقوم من على الزحليقة، وراحت نزلت وراها على طول فوقعت على جميلة. وهنا بدأت جميلة وصاحبتها يعيطوا: الألم كان شديد. وبسرعة جريت عليهم المس بتاعتهم، بدأت تطمنهم وتطمن عليهم وتسألهم: هل أنتما بخير؟ كيف حدث ذلك يا أطفالي؟ وبعد ما المعلمة اطمنت على جميلة وصاحبتها، فجأة ظهرت جميلة وبصوت عالي وقالت: لقد خطرت لي فكرة ستجنبنا من تكرار هذه المشكلة. كل أصحابها ردوا عليها: ما هي يا جميلة؟ ما هي؟ هيا خبرينا. فردت عليهم جميلة وقالت: علينا جميعا أن نقف في صف واحد، وعلى كل واحد مننا الالتزام بدوره، وعلينا انتظار زميلنا حتى ينزل من على الزلاجة ويقف على الأرض، فيبدأ زميلنا الآخر في التزلج. معلمة جميلة أعجبت جدا بالفكرة وقالت لها: حقا إنها فكرة عظيمة. وفعلا الأطفال بدأوا يقفوا بالدور وبنظام وبدأوا يلعبوا، وبسبب النظام دوت قضى الأطفال وقت ممتع ومسلي جدا في الحديقة واستمتعوا بوقتهم جدا. وبعد فترة كان على الأطفال إن هم يتحركوا لملعب الكورة وممشى الدراجات، ولكن فوجئوا إن مفيش غير كورة واحدة بس وعجلة واحدة بس في الملعب. وهنا كل الأطفال وقفوا في ذهول، يا ترى
يلعبوا ازاي. ايه رأيكم يا أطفالي تشاركونا رأيكم وتقولوا لنا ازاي اصحابنا اللي في القصة اللي راحوا الرحلة يلعبوا مع بعض بكورة واحدة وعجلة واحدة، بشرط انهم في اخر اللعب يكون الكل مبسوط ومن غير ما حد ما يتأذي. منتظرة مشاركتكم.